انا عندي مثلا مشكله حياتيه المريض دايما بيقولها لي، زي ان انا مثلا طول الوقت في الشغل فما عنديش وقت اروح الجيم، او ان انا عندي مسؤوليات البيت والولاد فمش عارف اروح الجيم. الشق الثاني من المعادله ان انا اشوف نيد، احتياج لدى العميل واحطه. زي ايه؟ زي هو رايح الجيم ليه؟ هو عايز يروح الجيم عشان يعمل ايه اصلا؟ هو عايز يروح الجيم علشان خاطر يا اما يخس، يا اما عايز شكله يبقى احسن، يا اما عايز يكون في الفورمه طول الوقت وذهنه صاحي. ما هو الجيم بيعمل كده، هو عايز يروح الجيم عشان الحاجات دي، فده الاحتياج. يبقى اذا انا جبت مشكله حياتيه عنده زائد نيد او احتياج يساوي انه ما عندوش وقت يروح الجيم علشان يخس. الجمله دي هي اللي هتجيب لي الفاليو اللي انا ممكن اقدمها له. هو ما عندوش وقت انه يروح الجيم علشان يخس، الوقت ويخس مش هما دول اطراف المشكله عندي. ما اوفر له وقت واخليه يخس. ازاي؟ هو ما عندوش وقت لانه هو بيروح الجيم، فبدل ما يروح الجيم اديله انا التمارين دي يعملها في البيت، في النتيجه انه هيخس بس وهو في البيت. طب دي فاليو ولا مش فاليو؟ فاليو. فانا دلوقتي مش بخترع معاكم حاجه جديده، ولكن انا بقول لكم لشكل اولي او شكل بدائي للفاليو، علشان خاطر كل واحد فيكم دلوقتي هيطلع بفاليو من البيزنس بتاعه او من احتياجات المرضى بتاعته.